يا مساء الفل. اخباركم ايه؟ الفيديو ده كان المفروض يتعمل من بدري قوي، بس ظروف كتير ما قدرتش اعمله، فلقيت نفسي اتزنقت، فلازم نعمله النهارده. الفيديو ده بمناسبة امتحانات الثانوية العامة، ماراثون الثانوية العامة او سباق الثانوية العامة. صراحة انا لا بحب كلمة ماراثون ولا بحب كلمة سباق، عشان هو لا ماراثون ولا سباق. احنا مش داخلين نتسابق مع بعض، احنا داخلين نشوف مجهودنا اللي احنا بذلناه طول السنة نتيجته ايه. عشان كده بحس ان كلمة ماراثون دي كلمة كبيرة. هو انا داخلة اتنافس مع مين؟ انا داخلة علشان اشوف مذاكرتي اللي انا ذاكرتها والمجهود اللي انا بذلته واقدر احطه في الامتحان. الثانوية العامة اسمها بيجيب توتر، بيجيب قلق، بيجيب حيرة. يمكن القلق والتوتر ده بيبقوا قبليها بسنة. احنا السنة الجاية عندنا ابن في الثانوية العامة أو عندنا بنت في الثانوية العامة، فاحنا لازم نكون كلنا شادين، كلنا مرينا بالمرحلة دي. علشان كده أنا مش بسميه ماراثون أو بسميه سباق، لا، أنا بسميه محطة الثانوية العامة. عشان هي محطة من ضمن مراحل كتير أو محطات كتير انتوا مريتوا بيها، ومحطة من ضمن محطات كتير لسه هتمروا بيها. الثانوية العامة مش هي دي اللي بتحدد قيمتك قصاد الناس. الدرجة اللي انت بتجيبها مش هي دي اللي هتحدد مستوى ذكائك. بنبقى قلقانين وبنبقى متوترين، القلق والتوتر شيء طبيعي. انا جايه النهارده اطمنكم، جايه اقول لكم انه مش معنى ان انتوا قلقانين يبقى انتوا عندكم مشكله، ومش معنى ان انتوا متوترين يبقى انتوا مش مذاكرين. بالعكس، انت لما بيكون عندك حاجه مهمه قوي داخل عليها ومهمة بالنسبة لك، طبيعي انك تتوتر. احنا كأشخاص كبار او ابهات وامهات لما بنبقى رايحين على انترفيو بنبقى متوترين، عشان ده حدث مهم بالنسبة لنا، دي حاجة احنا داخلين عليها وحدث هام، فالطبيعي انك تتوتر. بس اللي مش طبيعي ان توترك ده يخلي عقلك مشلول، يخليك مش عارف تفكر. انا واحدة من الناس اذاكر كويس قوي واجي ليله الامتحان مخي يعمل بلوك، مش فاكر حاجه، مش فاكر معلومه، وواثقه ان انا مذاكره. فده طبيعي، من كتر ما انت بتقلق وبتتوتر عقلك بيبقى عايز يريح فبيعمل بلوك. في اللحظه دي هو جسمك مش عايز يأذيك، بالعكس ده جسمك بيبقى عايز يساعدك، جسمك بيديلك اشارات ان انت في اللحظه دي افصل بقى. هنرجع نقول ان التوتر شيء طبيعي والقلق شيء طبيعي، لكن اللي مش طبيعي انه يعطلك. تعالوا اقول لكم على 3 حاجات تعملوهم تخفف شوية من حدة القلق والتوتر ده. عايزاكم اول حاجة تحطوا في اعتباركم ان انت داخل الامتحان عشان تحط اللي انت ذاكرته، وعلشان تعب الشهور والايام اللي فاتت ما يروحش هباء. وحط في دماغك ان الدرجة اللي انت هتجيبها مش هي دي اللي بتحدد قيمتك في وسط الناس. ياما ناس كتير جابوا مجاميع مرتفعة في الثانوية العامة ودخلوا كليات حلوة وما لقوش شغل، وياما ناس كتير اشتغلت في كارير غير الكارير اللي اتخرجت منه، وياما ناس كتير بعد ما اتخرجت من الكلية اللي كانت نفسها فيها لقت ان شغفها كان في حاجة تانية خالص فاشتغلت عليه. فالثانوية العامة مش نهاية الكون، هي محطة من ضمن محطات كتير. دي أول حاجة. تاني حاجة بقى،
عايزاك اول لما عقلك يعمل بلوك افصل تمام، افصل وقوم واشرب ميه ولف شويه كده في الشقه وقول لعقلك انا هقعد بس اذاكر 20 دقيقه عشان الم فكره معينه. لما هتقعد تذاكر انت كده اديت اوردر لعقلك ان هو مش هيقعد كتير، لا احنا هنقعد 20 دقيقه بس. لما تقعد ال20 دقيقه دول بس هتلاقي نفسك عقلك هدي، جسمك هدي، هتبتدي تستوعب تاني. اخر واهم نصيحه، والنصيحه الثالثه بقولها لكم، لازم تناموا كويس. ناموا على الاقل 6 ساعات في اليوم. العقل بيبقى محتاج يريح. العقل من كتر المعلومات اللي بنديها له بيبقى محتاج يفصل، واحسن حاجه عشان تخلي عقلك يفصل بيها هو انك تريحه وينام. حبايبي، زي ما قلت لكم الثانويه العامه دي محطه من محطات كتير انت لسه هتقابلها في حياتك. هي مش نهايه الكون، هي مش بتبين ذكائك بين الناس. الدرجه او الرقم اللي بيتكتب في الشهاده مش هو ده اللي بيحدد قيمتك في وسط الناس. كلنا بنذاكر علشان نفسنا ندخل كليات معينه، فاحنا ده اللي علينا واحنا بنعمله، فلازم نعمله على اكمل وجه. ان انت تدخل الكليه اللي انت عايزها او ما تدخلهاش دي اراده ربنا، بس في الاول وفي الاخر انت لازم تعمل اللي عليك. هو ده دورك. دورك دلوقتي انك تذاكر علشان عندك امتحان عشان تحل فيه كويس. الامتحان لو كان صعب افتكر ان هو مش صعب عليك لوحدك، هو صعب على الطلبه كلهم. لو في سؤال لقيت نفسك انت مش عارف تجاوبه، هدي عقلك واسأل نفسك بصوت بينك وبين نفسك السؤال تاني، هتلاقي نفسك بتفتكره وهتلاقي نفسك عارف تحل. ما تضغطش على نفسك، ادخل وانت هادي. انا عارفه ان ده صعب، وعارفه ان مش سهل ان الواحد يبقى داخل امتحان حاسس ان هو بيحدد بيه حياته زي ما احنا كنا كلنا فاكرين، ويبقى داخل ريلاكس. بس حاول تبقى هادي. الحياه في حاجات كتير قوي بتتحدد فيها غير الثانويه العامه. احنا بنعمل اللي علينا والباقي بس على ربنا. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب ايامكم كلها تبقى هنا، ويا رب كلكم تنجحوا بتفوق، ويا رب كلكم تدخلوا كل الكليات اللي انتوا نفسكم فيها، ويا رب امتحاناتكم تيجي حلوه وسهله. وعايزه اقول لكم ان امتحان الثانويه العامه مش هو ده اول امتحان هتمروا بيه في حياتكم، ياما لسه هتشوفوا امتحانات. ويا رب كل الامتحانات اللي هتقابلوها بعد كده تيجي في مستوى امتحان الثانويه العامه. كل سنه وانتم طيبين، باي باي.